أثارت المذيعة التونسية آمال التابع بقناة تونسنا الخاصة جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية بعد ظهورها بملابس غير لائقة وفاضحة خلال بث أحد برامج القناة التلفزيونية. وشاركت التابعي عبر حسابها على فيسبوك صورا لها من داخل إحدى استديوهات القناة التي تعمل بها، بينما كانت ترتدي لباسا يظهر مفاتنها الجسدية وصفة بغير اللائق بحسب كثير من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين. وفي السياق عبرت الإعلامية بإذاعة شمس المحلية وصال قصراوي غربي في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك عن غضبها واستهجانها للصور التي ظهرت بها التابعي. وقالت وصال: أعمل في قطاع الإعلام منذ 12 عاما، الموسم التلفزيوني الوحيد الذي قررت فيه دخول مجال التقديم التلفزيوني تعرضت فيه للاحتيال. وتابعت: قررت رغم الخبرة والكفاءة عدم خوض مثل تلك التجربة، لكن اليوم لا تفسير لتصدر مثل تلك المقدمة إلى الترند بهذه الطريقة بسرعة شاهقة، إلا أن هذا الإعلام يشبه واقعنا تماما، فهنيئا لكم. وكانت الصور التي ظهرت بها التابعي قد أشعلت موجة من الانتقادات حول الشروط وأخلاقيات العمل التي يجب على الإعلاميين التحلي بها.